في الفيديو ده هقولك على اهم 3 تطبيقات ما ينفعش تدخل رمضان الا وانت محملهم على تليفونك. ركز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنت وعدتكم في الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن حاجات لازم تعملها قبل رمضان ان احنا هنعمل فيديو عن التطبيقات اللي لازم تبقى معاك قبل ما تدخل رمضان. وفي الفيديو ده ان شاء الله هقولك على اهم 3 تطبيقات لازم يبقوا معاك قبل ما تدخل رمضان. هنتكلم عن تطبيق فيهم وهنشرح كل واحد فيهم بالتفصيل. وقبل ما نبدأ خلينا ننوه على حاجة مهمة جدا جدا. الفيديو ده مش اعلان، التطبيقات دي مش مكلماني عشان اعمل لها اعلان. التطبيقات دي انا نفسي بستخدمها ونفعاني جدا وفايداني جدا، فحبيت اشاركها معاكم يمكن تفيد حد او تنفع حد زي ما هي نفعاني. واول تطبيق معانا النهارده هو تطبيق اوقات الصلاة. ايه المميزات في التطبيق اللي معانا ده؟ تعالوا نشوف. وده هيكون شكل برنامج اوقات الصلاة من بره. لو دوسنا عليه كده هيفتح لنا واجهة البرنامج زي ما انتم شايفين كده، اوقات الصلاة متقسمة. طيب لو دوست هنا بقى على ال3 شرط اللي هنا دول كده، لو دوست هنا هتلاقي الاذكار. غير الاذكار هتلاقي التذكير، دي مهمة جدا بقى. تقدر تظبط منبه على يذكرك بالصيام، صيام النوافل. تقدر تظبط منبه يفكرك بقراءة سورة الكهف كل يوم جمعة، منبه يفكرك بصلاة الضحى، وهكذا. لو خرجت ودوست على التقويم الهجري هيجيب لك التقويم الهجري، اليوم النهاردة بالتقويم الميلادي واليوم النهاردة بالتقويم الهجري. ولو خرجت هنا ودوست على شهر دي هيجيب لك كأنها إمساكية كده، يعني احنا في شهر شعبان لو دوست على السهم ده كده هيوديك لشهر رمضان، كأنها إمساكية لشهر رمضان طول الشهر، كأنك معاك إمساكية بالظبط. ولو دوست هنا على أصوات الأذان هتقدر تختار صوت المؤذن اللي انت عايزه. ودي كانت الميزات اللي في تطبيق أوقات الصلاة اللي هتنفعك جدا جدا في شهر رمضان. التطبيق التاني اللي معانا هو تطبيق آيات، وده تطبيق خاص بالقرآن الكريم وفيه مميزات كتيرة جدا وحلوة جدا جدا. تعالوا نشوف. وده شكل البرنامج من بره. اول ما تدوس عليه هيفتح معاك واجهة البرنامج بالشكل ده، هتفتح معاك على صورة الفاتحة لو انت اول مرة تستخدم البرنامج، ولو انت مستخدم البرنامج قبل كده هيقف معاك او هيظهر معاك او هيفتح معاك على الصورة او على الصفحة اللي انت وقفت عندها. لو انت حابب تقرأ القرآن بس هتقدر بكل سهولة كده تسحب وتقلب وتقرأ القرآن زي ما انت عاوز. ولو انت حابب تعمل حاجات تاني تعالوا نرجع. لو انت حابب وليكن مثلا تسمع القرآن هتدوس كده على بسم الله الرحمن الرحيم، وهتلاقي تحت هنا اسم القارئ اهو، هتدوس عليه، هتختار من هنا كده اسم القارئ اللي انت عايز تسمع صوته. اي قارئ هتلاقي هنا قراء كتير جدا جدا، هتختار القارئ اللي انت عايز تسمع القرآن بصوته. انا هختار وليكن عبد الباسط، وهكذا اي آية او اي سورة عايز اسمعها هقف عليها وهدوس تشغيل هتشتغل بصوت الشيخ عبد الباسط. او لو انا عاوز اعرف تفسير الآية اللي انا واقف عليها دي هعمل ايه؟ بكل بساطة وانت واقف كده هتدوس على الآية وهتلاقي تحت اهي كلمة التفسير تحت القارئ، هتدوس عليها هيظهر لك التفسير، تدوس استعراض هيظهر لك تفسير الآية. عايز تفسير الآية اللي بعدها او اللي قبلها بدل ما تفضل تدخل وتخرج هتدوس على السهمين دول تقلب ما بين الآيات. دي الآية 6، الآية اللي بعدها الآية 7، الآية اللي بعدها الآية 8، وهكذا. تقدر تقلب ما بين الآيات وغيرها بقى من المميزات الكتير اللي هتعجبك جدا جدا وهتلاقيها إن شاء الله في البرنامج من جوه. ودي كانت المميزات اللي في تطبيق آيات. التطبيق الثالث اللي معانا النهاردة اسمه أنا مسلم. التطبيق ده موسوعة بالمعنى الحرفي للكلمة، في كل حاجة أي مسلم ممكن يحتاجها في أي وقت، في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. تعالوا نتعرف عليها جوه التطبيق. ده شكل البرنامج من بره. اول ما ندوس عليه هيظهر لنا من جوه بالشكل ده. كل حاجة من دول برنامج وتطبيق لوحدها. هنا هتلاقي القرآن الكريم زي تطبيق آيات بالظبط، لو دوست عليه هتلاقي القرآن مطبوع والقرآن آلي بالشكل ده يعني، وهتلاقي التفسير وهتلاقي الإعراب وهتلاقي معاني الكلمات. شوف لو انت عايز تقرأ القرآن مفسر هتدوس على التفسير وهتلاقي كل آية بتفسيرها، كل آية بتفسيرها، وهكذا. لو انت عايز معاني الكلمات بس هتدوس على معاني الكلمات وهيجي لك كل آية بمعاني كلماتها. اختبر حفظك دي لو انت حافظ القرآن وعايز تراجع. الأذكار دي هتلاقي فيها كل الأذكار اللي هتنفعك، أذكار الصباح وأذكار المساء. حصن المسلم دي فيها أذكار اليوم والليلة اللي لا غنى عنها لأي مسلم، هتلاقي فيها كل الأذكار اللي انت ممكن تحتاجها. سبحة دي لو انت عاوز تسبح بمسبحة إلكترونية مثلا وعايز تحسب عدد التسبيحات اللي سبحتها. فقه هتلاقي هنا فقه في كل حاجة، فقه الصلاة مثلا، منزلتها في الإسلام، عدد الفرائض، النوم عن الصلاة أو نسيانها.
هتلاقي فقه الحاجات دي كلها تقدر تقراه وتتعلم منه. هتلاقي فتاوى، اسئلة واجوبة في الدين تقدر برضو تتعلم منها حاجات كتيرة جدا. هتلاقي صوتيات اول ما تدخل عليها، هتلاقي القرآن الكريم برضو زي برنامج ايات بالظبط تقدر تسمعه بصوت المشايخ دي كلها. وهتلاقي كمان خطب للمشايخ دي، وهتلاقي ادعية، وهتلاقي الرقية الشرعية، وهتلاقي ابتهالات وقصائد. ولو خرجت هنا كمان هتلاقي مرئيات فيديوهات دينية، وهتلاقي إذاعة كمان تقدر تسمع إذاعة القرآن الكريم في بلدك، وهتلاقي كمان تفسير الأحلام لو حلمت بأي حاجة تقدر تعرف تفسيرها إيه. المكتبة دي موسوعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هتلاقي فيها كتاب عن الملائكة، كتاب عن الله عز وجل، كتاب عن إعجاز القرآن، شمائل الرسول، قصص القرآن، قصص الصحابة، قصص الأنبياء. لو دوست مثلا على قصص الصحابة ودوست مثلا على قصة أبو بكر الصديق، هيجيب لك قصة أبو بكر الصديق باختصار شديد جدا، وتقدر تقرأ بقى كل حاجة أنت عايزها من هنا وتتعلم دينك. وهتلاقي فيه كمان الرقية الشرعية، وكمان في جزء خاص بحساب الزكاة. لو أنت مش عارف تحسب زكاتك، هتدخل سعر الذهب النهاردة كام، وهتدخل المال اللي أنت محوشه كام، وهتدوس على احسب، هيحسب لك زكاتك المفروض تخرج كام. والجزء بتاع حاسب نفسك ده هتحتاجه كل يوم عشان تعرف او تحاسب نفسك انت صليت الفجر ولا لا، صليت الضحى ولا لا، صليت الظهر، العصر، المغرب، العشاء، القيام، السنن، صليت في المسجد ولا في البيت. وتقدر تقيم نفسك على حسب كل حاجة عملتها. وقسم المسابقات ده هتلاقي فيه اسئلة واجوبة تقدر تتعلم منها وتختبر بيها معلوماتك الدينية. وجدول رمضان ده بقى اللي احنا عايزينه، وده اللي مهم جدا جدا في برنامج انا مسلم. هتدوس على القسم بتاع جدول رمضان، هيظهر لك ال 30 يوم بتوع رمضان بالشكل ده. هتختار الاول من هنا انت عايز تختم القرآن في الشهر ده كام مرة. هندوس ونختار هي ختمة واحدة مثلا، وليكن كفاية ختمة واحدة وندوس حفظ. وبعد كده تخرج وندوس مثلا على 1 رمضان. هنا هتلاقي كل الحاجات اللي انت المفروض تعملها طول نهار رمضان. كل حاجة انت عملتها هتعلم عليها عشان تقدر في اخر رمضان تقيم نفسك. هل انت اول يوم ليك في رمضان كان زي اخر يوم ليك في رمضان، ولا انت بتتحسن، ولا انت ثابت، ولا الحالة بتسوء؟ هيساعدك انك تأدي عباداتك وتخلص الورد اللي وراك، وهيساعدك كمان في انك تقيم نفسك في شهر رمضان. فالقسم بتاع جدول رمضان ده مهم جدا جدا جدا، ومن اهم الحاجات او من اهم الاقسام اللي تحمل عشانها تطبيق انا مسلم. زي ما قلت لكم تطبيق انا مسلم ده تطبيق معجزة موسوعة، ولازم يكون في تليفون اي مسلم حتى بعد رمضان. مش لازم يكون في تليفونك في رمضان بس، هيفيدك وينفعك حتى بعد رمضان. ودي كانت التطبيقات الثلاثة اللي انا نفسي عن نفسي بستخدمها. ده مش اعلان ولا حاجة، التطبيقات دي مش مكلماني عشان اعمل لها اعلان. التطبيقات دي انا بستخدمها ونفعاني وفايداني، وحبيت اشاركها معاكم قبل رمضان، يمكن حد يستفيد وينتفع بيها. فلو استفدت حاجة من الفيديو ده ما تنساش تشترك في القناة عشان الفيديوهات الجاية توصل لك، وتعمل لايك وشير وتمنشن صحابك عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. وبس كده، تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.